ده انت اشتريت العتبه، ده انت دفعت فيه 4 مليون ونص. يبقوا كام؟ 4 في 40 160 و20 180، دفعت فيه 180 مليون. ده كهرباء. يبقى مين اللي ضحك على مين يا جمهور الاهلي؟ معانا كهرباء ومعانا امان ومعاك خزوقين. والله العظيم خزوقين. ورحمة منى فاروق يا امام يا عاشور خزوقين. وانت عارف انا كنت ماشيك ليه من النادي، وكان جوايا يا رب مين منى فاروق؟ لا مش فاكرها، مش فاكرها، لا بس فاكر خالد يوسف. ما تيجي تشتري مني مباشرة. ده كان فاضل 16، خدت فيه كام؟ 90 مليون. طيب هو حسين لبيب، محمود عبد المنعم عبد الحميد، 4 حارة الخوجة. مش عيب انك تبقى في حارة، العيب اللي طلعك من الحارة عشان يبقى ساكن في المنيل على النيل وعندك فيلا في الساحل الشمالي وبتركب افخم عربيات تخونه كده. هو ده العيب، كلها من حوالي 14 حارة الخوجة. انا كنت شاريه منين اللي بكام؟ 7 مليون. قعدوا الاولاني يوم ما جه 3 مليون. عيل غلبان كان 2 فولت تقريبا اهو. دلوقتي بتعمل لنا كده وكده وبتعمل لنا كده وكده. اللي عملك بني ادم انت وابوك احنا نادي الزمالك. وما كانش معاه جنيه. اللي بيعمل لنا احنا كده دلوقتي لا ما بتعملهاش احنا. انت تعرف تعمل ده لمين؟ جمهور الزمالك وكل الناس عرفت الحقيقه. اللي مش اللي عايز بقى يسد ودانه ويعمل عليه مشكلته. احنا اعتذرنا عن السفر ورا فريقنا، وعندي اجتماع يوم السبت والحد بحيث احاول افك الحجز واجيب فلوس عشان نلحق نجيب لعيبه، لان الموضوع مش مرتبط برئيس النادي. اللي بيحب الكيان يخدم هو فين. اي حد بيحب الكيان بيحبه بجد. وان شاء الله لينا كلمه باذن الله بعد البطوله العربيه انا وعيالي. وامام عاشور شتم صالح سليم العظيم غصب عن اي حد في النادي الاهلي. صالح سليم اسطوره حقيقيه. دفعوا فيه 4 مليون ونص دولار واستخسر فيك 2 مليون و400. انت اللي مموت نفسك وعمال تعمل لي كده وتعمل لي كده.